السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. طبعا ان شاء الله اليوم رجعت لكم فيديو بموضوع كلش مهم اللي هو شلون ممكن الواحد يحافظ على عيونه بطريقه بحيث انه احنا بال 2024 سواء كنت طالب سادس قاعد تتابع على فيديو باليوتيوب اللي انت قاعد تشوفني، او تتابع تتصفح الانستغرام، او تتابع على موبايلك، او تخابر اي احد، كله بالنهايه شاشات، او انت قاعد تتابع على المحاضرات مالتك كلها. نعرف انه اغلب المحاضرات تتحول الى الكترونيه، واغلب المدرسين الكتروني، واغلب الطلاب قاعد يباعون على فيديوهات موجوده بالايباد. واذا انت كنت طالب جامعي فاغلب محاضراتك موجوده على اليوتيوب، او تشوف فيديو على اليوتيوب، واغلب ملازمك موجوده بالايباد. فبالنهايه اليوم انت تقضي 10 ساعات اقل شيء يوميا انت قاعد تتابع على هاي الشاشات. هل هذا الشيء راح ياثر على عيونك؟ 100% راح تاثر، اكيد راح تاثر. فالسؤال هنا انا شلون ممكن احمي عيوني؟ فاول شيء اكيد راح تسالني انه هل تنصحني انه انا اشتري هاي النظارات اللي بتحمي العيون من الاشعه الزرقاء، وكما يروج لها اغلب جماعه النظارات انه تلبسها وتحمي عينك من الاشعه الزرقاء اللي قاعده تطلع من الشاشات سواء الموبايل او الايباد او اللابتوب. الحقيقه انا ابدا ما انصح بهذا الشيء. ليش؟ لان بالنهايه هاي نظاره، واني اذا بطبيعه الحال انه اني مدى البس نظاره، عندي احكي لك على الشخص اللي ما يلبس نظاره. اذا يلبس نظاره عادي خليه يسويها، بس اذا انت ما تلبس نظاره ليش تسوي هذا الشيء؟ تقدر ببساطه تشغل الموبايل مالتك، بالموبايل بنفسه اكو نظام انه اني احجب الضوء الازرق، وهاي الشاشه بعد ما تطلع ضوء ازرق لعيوني. تقدر تفعل هاي الخاصيه بكل الاجهزه، سواء كان عندك نظام ابل او كان عندك نظام اندرويد. بالحالتين تقدر تسوي هذا الشيء. راح يطلع لك فيديو هنا وهنا تقدر تخصص هذا الشيء سواء كان عندك موبايل او ايباد او لابتوب. هاي الطريقه الاولى. فرضا انه انت تنسى تسوي هذا الشيء، اكو طريقه ثانيه، انه اكو مضاد للكسر اللي هي هو ينحط على الشاشه. هذا المضاد للكسر بيه شنو؟ بيه مانع للاشعه الزرقاء. يعني بدل ما تحط هذا الشيء على عيونك تحطه على اللزقه. يعني يا اما تفعل من داخل النظام الموبايل لزقه على الشاشه، لان بالنهايه من تحط شيء على عيونك هذا الشيء راح يضوجك وراح تنساه وراح ينكسر وما راح تلبسه دائما وراح تنساه دائما. لان انت بطبيعه الحال ما تلبس نظاره، انت تلبسها على مود هذا الشيء. واخر شيء ممكن تلبس هاي النظاره اللي تحمي عيونك من الاشعه الزرقاء. هذا الشيء ممكن تسويه. وثاني طريقة حتى تحمي عيونك هي انه انت كل ما تحس بتعب حاول فقط تسد عيونك لمدة 10 ثواني. تعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ولا 15 ثانية. بس المهم انه انت تسد عيونك على مود شنو؟ على مود الطبقة السطحية للعين تحافظ على نفسها ويصير لها ترطيب. فالاحسن انه اني من احس ان عيوني قامت توجعني اسد عيوني خلال فتره وفتره، اسد عيوني لمده 10 ثواني. لان اغلب الناس ما تسد عيونها لحد ما توصل للشربايه وتنام وتقعد ثاني يوم. بس هاي خلينا نقول الساعات الوحيده اللي تسد بها عيونها. فلا تنسى دائما انه تسد عيونك لمده 10 ثواني فقط، مو هوايه، بس سدها على مود عيونك ترتاح وكمل، ما عندك مشكله. كل ساعة ساعتين ثلاثة تذكر تسوي هذه الطريقة. وثالث نصيحة انه دائما تذكر انه ترمش 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 ترمش. ليش 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 لازم ارمش؟ لان طبيعة الحال احنا من نباع على الشاشات، نباع على فيديو، نباع على شاشة، نباع على اي مكان، فاحنا من نركز على شيء دائما ننسى نرمش. لا تقول لي انه انا دائما ارمش، لا، احنا بطبيعة الحال من نركز على شيء ما نريد اي شيء يعني يوخرنا على التركيز هذا، فما نرمش. فانت على مود تحمي نفسك وتحمي عيونك حاول دائما ترمش ترمش ترمش. لان هاي الرمشه شو تسوي؟ شنو فائده الرمشه؟ الرمشه انه انا اذا بقيت عيوني مفتوحه فراح يصير بيها جفاف، لان طبيعه الحال عليه مي، وهذا المي راح يجيب وعيونك راح توصل لمرحله الجفاف. فدائما ذكر نفسك انه انت ترمش عيونك. من دا ترمش انت قاعد تحمي عيونك من الجفاف. ورابع طريقه هي انه فرضا انه انت ما تحب تلبس نظاره ولا تحب تسوي اي شيء ودائما تنسى ترمش وما تسد عيونك، ولا واحده من ذني تسويها، فورا يوم يومين ثلاثه راح تلاحظ انه عيونك قامت توجعك وقاعد تشوف مغوش. هل هذا الشيء انه انا راح اصير اعمى؟ لا، انت ما تصير اعمى. فبعد فتره ورا يوم يومين راح تلاحظ انه عيونك بدات تجف. فشنو نتيجة هذا الجفاف؟ راح تحس انه انت قاعد تشوف مغوش ودا تسوي هيك ودا ترمش وتسوي هيك بعينك وما تقدر تباوع على الشاشة. ليش؟ لان عيونك صار بيها جفاف نتيجة للتركيز اللي انت قاعد توقع على هاي الشاشة وتنسى ترمش وعيونك تصير بيها جفاف. فالعلاج او الحل السريع لهذا الشيء لجفاف العين، اكو عندك قطرات عين. هاي القطرات شنو هو؟ مجرد سائل ينحط على العين ليحمي العين من الجفاف.
وتقدر تستعمل هذا الشيء حتى لو انت ما بيك اي مرض، ما بيك اي شيء، مجرد سائل ترطيب للعين. فانت من تحس عيونك قامت تغوش، خصوصا انه اول انت ما تقعد ما راح تحس بهذا الشيء، بس ويا ما توصل تالي الليل راح تحس بهذا الاحساس وتحس انه عيونك بدات تغوش. تمام؟ فتقدر تجيب هاي القطره تحطها على الميز مالتك، مجرد كل ما تحس انه عيونك قامت تغوش تحط هاي القطره بعينك، واحده منها قطرتين. وهذا الشيء ايش راح يسوي؟ مجرد ترطيب للعين، لان انت تنسى ترمش، تنسى تسد عيونك، تنسى تسد الاشعه الزرقاء اللي توصل لعيونك. كل اللي تسوي قاعد ترطب عينك بهاي القطره اللي تنباع بالصيدليات واسعارها مو كلش غاليه، تقدر تشتريها وتحطها بصفك. كل ما تحس ان عيونك قامت تغوش تحط قطره منه وقطره منه، وكان الله يحب المحسنين. وهذا الشيء كلش مهم على مود تحمي عيونك من الجفاف. وخامس طريقة على مود تحمي عيونك انه انت تسوي لها مساج. ليش؟ لان انت من كثر التركيز ونظرك على الشاشة هذا الشيء راح يؤدي لنا، راح يؤدي الى تعب العين وتعب العضلات اللي موجودة هنا. عندك كم عضلات موجودة هنا، بس على مود تحرك عينك منها ومنها فوق تحت. تمام؟ اكو كل هواي عضلات موجودة بعينك وظيفتها انه تحرك عينك، وبالتالي انه انت من تطول تركيز وانت ما نايم لفترات كلش طويلة فتقوم تحس بوجع من هنا، يعني خصوصا بهاي المنطقة. وشلون ممكن تسوي مساج لعينك؟ شنو ممكن تسوي؟ تقدر شو تسوي؟ تقدر اولا تتاكد انه ايديك نظيفات، غاسلهن او تعقمهن. تمام؟ لان انت ايدك وسخه وتحطها بعينك كلش غلط. تجي شو تسوي؟ تسد عيونك وتجيب ايدك، لاحظ لي شو سويت؟ تجي تحط ايدك هنا بالنص، هنا تمام؟ تسوي له هيك، تمام؟ لي فوق تسوي مساج لهاي المنطقه. تمام؟ راح تحس براحه كلش هوايه. تمام؟ وثاني طريقه ممكن تسويها انه انت شو تسوي؟ انت مجرد تسد عيونك مره ثانيه وتسد اصابعك هيك وتجيبها بنفس الطريقه. تمام؟ حاول مو بالعين، لا تحط ايدك بعينك، لا هيك. تمام؟ انت ايش قاعد تسوي؟ انت قاعد تسوي مساج لهاي المنطقه اللي موجوده حوالين العين. لا تحط اصابعك بعينك، هذا الشيء غلط. واهم شيء تتاكد انه اصابعك نظاف، انه انت غاسل ايدك قبل لا تسوي هاي الحركه. لا تحط ايدك بعينك وايدك وسخه. تمام؟ اتاكد من نظافتها بعدين سوي هاي الطريقه. وهاي الطريقه كلش حلوه تساعد على العضلات هاي هنا وهاي المنطقه من العين ترتاح نتيجه للضغط اللي قاعد يصير عليهم. طبعا تقريبا وصلنا لنهايه الفيديو. هاي الطريقه كلش راح تساعدك على مود تحافظ على عينك، لان كلنا نعرف انه بالنهايه العين او البصر هي نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى. فحاول تحافظ على عيونك، لان احنا بزمن قبلنا يعني ما كان اكو هذا الشيء، لان هذا الشيء جديد بال 2024. قبلنا بال 1900 1800 1700 ما كانت اكو شاشات، فالعيون ما تتاثر. فاحنا بهذا العصر لازم نحافظ على عيوننا، لان تقنيه الشاشات وكثره استعمال الشاشات بعدها تقنيه جديده. احنا ما نعرف تاثير الشاشات على العين لفتره بعيده والاستعمال كله هوايه، والشيء اللي متاكدين من عنده انه هذا الشيء راح ياثر على عينك. فاحسن شيء انه انت تحافظ على عينك وتحافظ على ترطيب عينك، وتتذكر دائما انه انت ترمش. لان سبحان الله نعمه الخالق سبحانه وتعالى علينا انه الجهاز المناعي اللي موجود بالجسم شيء، والجهاز المناعي اللي موجود بعيونك شيء ثاني. لان من اهميته الله سبحانه وتعالى مخصص جهاز مناعي كامل على مود عيونك بس. تمام؟ شلون اقول لك اكو اقليم موجود بعيونك؟ الجهاز المناعي مال الجسم شيء، والجهاز المناعي اللي موجود بهاي المنطقه عينيك شيء ثاني. يعني جهاز مناعي يفرق عن الجهاز المناعي اللي موجود داخل جسمك. فالله سبحانه وتعالى ما انطى هاي الاهميه للعين اذا مو هي كلش مهمه. فحافظ على هاي النعمه واعرف شلون تحميها من الاضرار اللي ممكن توصلها، لان بالنهايه يعني اذا خسرت نظرك كلش ما تستفاد لا من دراستك ولا من اي شيء.